نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل من اليمن عبد علي يقول: فضيلة الشيخ، نحن نصلي العشاء في رمضان، وبعد أن يسلم الإمام من الفريضة نقوم مباشرة لأداء صلاة التراويح دون أن نؤدي سنة العشاء البعدية، فما هو الثابت شرعا في ذلك؟ هذا لا ينبغي. ينبغي إذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة نعم أن يذكر الناس ربهم عز وجل كما أمرهم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ثانيا أن يصلي الناس الراتبة راتبة العشاء. وقول السائل البعدية لا معنى لها، لأنه معروف أن صلاة العشاء ليس لها راتبة قبلية. طيب. ثم بعد ذلك يقيمون صلاة التراويح. هذا هو الذي ينبغي في الترتيب. نعم.